يلا نعمل شوية قراقيش بجد تحفة. لأحلى فطار، لأحلى عشاء، سناكس، للمذاكرة، لأي حاجة، أي حاجة ممكن نخترع لها أي حاجة، المهم ناكلها. بجد حلوة، متاخدش مجهود ولا بتاخد وقت ولا مكونات كمان، وسهلة وبسيطة. حتى لو يعني حد في الغربة مثلا ما بيعرفش يعمل أي حاجة، دي هتكون أسهل حاجة ممكن يعملها. حلوة جدا وبسيطة بجد. بصوا مفرغة، وكمان حلوة جدا جنب كوباية شاي كده، فطار رايق على الآخر. عملت منها أشكال مدورة بقى وأشكال زي البتون ساليه. اعملوا بقى، بدعوا الاشكال اللي انتوا عايزينها، في اشكال هلال وفي كل الاشكال اللي اعملوها، المهم في الاخر طعم روعه. 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدام، منخول مرتين تلاتة. نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. كوبايه ربع ميه دافيه. وربع معلقه ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر. وشويه حبه البركه كده، مثلا ممكن معلقه بيكنج، يعني حبه البركه على معلقه سمسم، يعني ميكس. ممكن حبه البركه بس، ممكن ما تحطوش حاجه خالص. هنبدأ بقى نحط على الدقيق البيكنج باودر والملح وحبة البركة. وممكن تحطوا منكهات زي مثلا معلقة كبيرة من ريحة الكعك، ممكن تحطوا معلقة محلب، كل الحاجات دي إضافات لكن دي الأساسيات. هنحط بقى نص كوباية السمنة على نص كوباية الزيت، ونعمل عملية البس. هنشرب كل السوائل الدقيق. بعد كده هنضيف كوباية ربع من المية الدافية، وضروري تكون دافية. تمام كده. احنا مش هنخمر العجينه ولا حاجه، بس لازم تكون دافيه عشان هنريحها حاجه بسيطه. هنعجن كويس جدا معانا مده ما تقلش عن 5 6 دقايق على الترابيزه بقى، عشان يعني ناخد وندي في العجن كده. يعني انا مش بعجن كتير، يعني هي الحكايه دي مش بتعجن كتير، انت بس بتلمي العجينه على بعضها 5 6 دقايق. ونسيبها ترتاح بالظبط حوالي يعني 10 دقايق. هنقسمها بالنص ونحطها بقى ايه على الترابيزه، ونفردها سمك حوالي نص سنتي، مش بنرقق قوي ولا بنتخن قوي، عشان هي كمان هتنفش معانا في الفرن. هنشغل الفرن على درجه حراره 160، اللي هي اهدى من الوسط. تمام. وهنشكل بقى معانا، انا ما حطيتش اي دهون خالص، يعني انا بفرد على الترابيزه كده على الناشف كده. اقطع الاشكال اللي انا حباها، واعمل الاشكال اللي انا عايزاها واللي ولادي بيحبوها واللي بيتي بيحبها. طبعا الصاج ده مش مدهون برضو اي حاجه خالص. يكفي جدا شويه السمنه على زيت، على زيت اللي احنا حطيناهم في العجين. ونحط بقى نصبع الصوابع بتاعتنا، نعملها بقى ايه اشكال والوان. بصوا الشكل التاني ده انا هفردها وهرققها شويه عن طريقه القراقيش. وهفردها بشكل طولي، بشكل مستطيل وشكل طولي. وهعمل صوابع كده. بصوا انا بحاول اسوي بايديا، ممكن تعملوا بين كيسين عادي، ما فيش مشكله، انا عشان يعني متمكنه شويه فيها. فانتوا ممكن تعملوا بين كيسين لو انتوا مش عارفين تشتغلوا يعني لوحدها كده. وهتلفوها داير ما يدور كده عكس بعضها، وتعملوا شكل البوتنسالي اللي هو يعني موارب. وممكن تعملوها كده بشكل طولي، يعني من غير اي اشكال. يعني انتوا بقى بدعوا الاشكال دي ترجع لكم انتوا. انا حبيت اشكل معاكم وانوع عشان تحسوا ان هي من عجينه واحده عملنا كذا شكل وكذا نوع. ممكن تقطعوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تحطوها كما هي، يعني ما تعملوش فيها الحركات اللي انا بعملها دي. يعني تعملوها بشكل طولي عادي جدا، وتعملوها بالطول اللي انتوا حابينه. كل الاشكال دي ترجع لكم انتوا. هنخلص كل الكميه بقت بالشكل الجميل ده. وطبعا الفرن شغال من قبل ما اعمل اي حاجه على درجه حراره 160. هسيبها بالظبط حوالي من 5 ل 6 10 دقايق حسب فرن كل واحد فينا. بصراحه انا حكايه التسويه دي ما بحبش اتكلم فيها كتير، لان الافران يعني بتختلف في التسويه. وكانت جاهزه معانا ومقرمشه وشكلها تحفه، يعني يا جماعه كانت قلب البيت والشارع اللي انا ساكنه فيه كمان. ريحتها تحفه وجميله. وكل ما تفكروا تعملوها مش هتاخد منكم وقت، يعني يا دوبك حطوا كده براد الشاي على النار وجهزوها. حلوة جدا جدا، ولادها هينبسطوا منها، المذاكرة هتساعدهم على التركيز، وكمان يعني مشبعة. وعشاق السقساء هينبسطوا جدا منها. انا حبيتها جدا، وحبوها بقى معايا وجربوها واستنى تطبيقاتكم، وكنت معاكم وعلى تهاني.